ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، بقالي كتير متغيبة عنكم. المهم وحشتوني جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض فيديو حلو كده. اشارككم يوم وكده. انا حبيت كده. بصوا احنا كنا قبل شم النسيم، تمام. فانا حبيت كده عشان مش هينفع احتفل بيه في نفس اليوم، فحبيت كده ان انا افرح اولادي كده واعمل معاهم ذكرى كده، لو حتى بسيطه كده اي حاجه كده. فقلت انا ايه، هلون لهم البيت. هو اول مره في حياتهم يشوفوا بيض ملون. فقلت كده هلون لهم. خدت كده بيضتين حطيت عليهم كركديه بحيث ان هو نلونهم، وبيضتين تانيين احط عليهم كركم. احط الميه وعليها شويه خل واللي هو الكركم، والناحيه التانيه احط فيها كركديه برضه. والخل ده معانا اساسي في الاتنين عشان ايه، يثبت معانا اللون. ده والله الطريقه اللي انا ايه يعني ايه استنتجتها في الاخر كده. انا بصراحه اول مره الون البيت معاكم. انا ايام ما كنت صغيره كده وكان يجي شم النسيم بصراحه، كنا بنجيب الالوان كده وكانت ماما تسلق لنا البيض ونمسك البيض ايه نقعد نلونه كده. طبعا كان الوقت ده بقى ايه، البيض رخيص رخيص رخيص، ما يجيش حاجه دلوقتي. كان زمان البيضه بكام، بربع جنيه ولا ايه، والله ما فاكره، بس كانت رخيصه. دلوقتي حرام تسلقي بيضة مثلا ب5 جنيه ولا ب6 جنيه وترميها بقى عشان تلونها بألوان مينفعش تاكليها. فعملناها ألوان كده صحية بحيث برضو ناكلها برضو منرميهاش نستفادوا منها. هبدأ بقى على ما البيض يتسلق أجهز الفطار ايه بتاعنا. هنفطر ايه بقى في اليوم ده؟ هنفطر ديت. بصوا أنا ملقتش قشطة فجبت كريمة. هحط كده حوالي كده معلقتين من الكريمة واحط عليهم عسل أسمر. وايه وادمجهم مع بعض كويس اوي. بحب اكل اوي عسل بالكريمه او عسل بالقشطه في العموم. بالفطير بيبقى جميل اوي 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 يا بنات. يعني انا بحب العسل بالقشطه افضل من عسل وطحينه. في برضو ممكن تعملي عسل وطحينه، بس انا بفضل اكتر العسل بالقشطه بيبقى حلو اوي. بصوا انا جبت هنا جايبه فطيرتين كانوا سخنين طازه لسه. كانت الفطيره ب15، كانت في ب20 وفي ب15. جبت اتنين جبت اتنين ب30. هاجيب كده الفطيرة، هابدأ كده اقطعها كده مكعبات كده عشان ايه، يعني الأطفال يعني يعرفوا يغمسوا كده عشان بيحس اللي ايه يعني القطعة أو المربع ده يكون يدوبك على قد ايه اللقمة مرة واحدة وكده للأطفال وكده يعرفوا ياكلوا. عشان ايه بدل ما انا ايه اقعد اكلهم كده. المهم ايه، احكولي بقى كده عملتوا ايه واحتفلتوا ما احتفلتوش يعني. احكولي كده ايه الأجواء بتاعتكم، بتحتفلوا ازاي أو بتقضوا اليوم ازاي وكده. يعني انا لما كنت هناك في بيت اهلي وكده كان يوم شم النسيم ده، كنا بقى نصحى من النوم كده نلاقي ماما جايبالنا عسل وقشطه، ويبقى في بيض بقى ايه تسلقوهولنا نقعد نلونوه بقى ونلعبوا بيه. كان نلعب بيه بقى بصراحه ما كناش بناكله. وكان بقى ايه ده بيبقى فطارنا. طبعا بقى لو حد عايز حاجه تانية بقى ايه بيبقى فيه اضافات، بس لازم الفطير ده حاجه اساسيه معانا. والعسل والقشطه. بصوا بقى البيض انا اتصدمت. انا اتصدمت بالبيض. بصوا اللي هي بالكركم عملت ازاي، بصوا يعني ايه ما تلونتش برضو البيضه كلها. والصفار بتاعها يعني ايه فاتح كده، مش ما طلعش غامق كده زي ما انا كنت متخيله بصراحه. بس يعني هو كويس. ده بقى اللي هو الكركديه قعد معايا لون اسمر وفي حتت كده ايه بيضه. بس اهو يلا حلو حلو تغيير يعني. المره الجايه نحاول نشوف ايه المشكله في ايه ونعملوها يعني. طب لو حد بقى بيعرف يلون البيضه كلها تبقى كامله طالعه معاكي كامله، اكتبوا لي في التعليقات بتحطوا ايه ولا بتعملوها ازاي عشان تطلع معاكي كلها نفس اللون. هو لسه في حد برضه بيلون البيض ولا ما عادش بقى الكلام ده؟ كنا احنا لسه صغيرين بس. المهم كده خلاص بقى ايه، هتعطتهم البيض بقى ايه وكده وفطرنا. هنا بقى جه وقت الغدا بقى ايه، كنت انا مقشره بطاطس ومقطعاها صوابع. هاخدها بقى اقليها ونعمل مع بعض بقى ايه، نطلع الفسيخ مع بعض. بصوا بقى انا هنا فتحت الفسيخه قطعت الراس بتاعها وشلت اللي هي العظمه. انا مش بحب اخليها بصراحه، انا بحب اكلها كده هي فسيخيه واحده كده يتيمه كده. ويا ريتني جبت اكتر من واحده بس للاسف انا اللي بس اللي باكلها. وده جبت عيش اللي هو عيش بالرده. حلو قوي. وغسلت هنا بقى ايه بقى شويه كده جرجير على شويه بصل اخضر. لا طبعا الفسيخ يعني لازم بصل بقى واديله. عارفين احنا كنا كمان بنقطع البصل الاحمر ده ونحط عليه بقى خل وملح وكده، بس طبعا انا استكفيت بالبصل الاخضر. وكمان بقى انا اللي اكل لوحدي. طبعا ليمون. بطاطس بقى طبعا قليتها بقى وبقت جاهزه معانا اهيت.
وده كان بالنسبة لي أحلى غدا، أنا يا ريت أتغدى كده كل يوم والله مش هازهق، ده أكلتي المفضلة. مين بيحب الفسيخ يا بنات؟ اكتبولي كده في التعليقات بقى مين بيحب الفسيخ زيي. أنا ما باصدّق يعني بُص أي حاجة كده أول ما أشوف كده باتلكك واشتريه عايزة آكله. بُصّوا أحلى غدا بالنسبة لي، والله أحلى غدا، مش هازهق منه. المهم بقى ولو وصلتِ معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، حطي لايك كده من إيدِك الحلوة كده، ولو أنتِ أول مرة تشوفيني أنا أمل، أتمنى من حضرتِك تتابعيني، ولو عجبِك الفيديو تضغطي لايك وتدخلي عندي على القناة، خدي جولة فيها إن شاء الله بإذن الله هتلاقي فيها أفكار تعجبِك وتستفادي منها ونستفاد من بعض، وادعموني كده يا بنات عايزين نكبر مع بعض وعيلتنا تكبر كده، ونشجع بعض. بصوا بقى كده ده الغدا بتاعنا. أنا كنت عايزة كده أبينه كلكم ليكوا كده مع بعضه. هاحط بقى الليمون، يا سلام بقى. بصوا هاقول لكم على حاجة، هي مش فكرة احتفال بشم النسيم أو كده، هي فكرة زي ما الواحد مثلًا مفحور يعني إيه، في ذكريات في دماغه من وهو كان صغير. هاعرف أقول لكم، بُصّوا أختي كان عندها شنطة طبعًا هي كانت أكبر مني، كان عندها عارفين شنطة الألوان دي اللي هي بتبقى مثلًا فيها ألوان مَيّة وألوان شمع وألوان فلوماستر وألوان خشب، عارفين الشنطة الكبيرة دي كانت عندها واحدة منها. كان شم النسيم دي ماما تدخل لنا البيت وتدينا بقى وإن إحنا نلونها بقى، كانت أختي بقى تطلع لنا الألوان بتاعتها ونقعد نلوّن معاه كده وكل واحد يعمل بقى الشكل اللي هو عايزه على البيضة وكلام من ده. حسيت لمّا أنا يعني لقيت نفسي كده فاكرة الحاجات ديّة ويعني وفاكراها والحاجات برضه يعني بيحن لها وكده، فقُلت أعمل لأولادي أي حاجة كده ذكرى كده، أنوّر لهم البيت كده إيه ده الله ده بيضة متلونة، حاجة تغيير كده حدث تغيير في حياتهم وكده. عايزة أقول لكم على حاجة بُصّوا كوبايات ولادي أقول لكم على الفكرة ديّة نصيحة ليكم، طبعًا لو ولادِك ما يعني مش بيعرفوش كوكاكولا يا ريت يُفضّل ما تشربوهمش، لو عرفوها زي ولادي وبيحبوا يشربوها وكده أنا كنت حاطة في الكوباية تحت مَيّة، حاطة كده ربع كوباية مَيّة كده وبعد كده كمّلتها بكاكولا. بحيث إن أنا أخفِّف عليهم الصودا شوية بحيث ما تبقاش يعني إيه، نقلِّل من ضررها، مش هاقول لكم إن هي كده مش مضرة، لأ هي مضرة، بس نقلِّل من الضرر بتاعها شوية على قد ما نقدر، يا ربنا يحميهم ويحفظهم. المهم باحبكم في الله، أشوفكم في فيديو جديد.